الاستاد مليان على آخره والأجواء احتفالية، لكن فجأة تحول التشجيع لهجوم، من نقد بسيط لسباب واشتباكات في المقصورة. الجوهري وقتها فقد هدوءه، راح للحكم وقال له أنا هسحب اللعيبة، كأن الكبرياء غلب الهدوء، لحد ما فاروق جعفر اتكلم في الميكروفون عشان يهدي الناس. وقت طويل عدى لحد ما الماتش كمل. لحظة كانت قاسية على الكل. قبل بطولة أفريقيا سنة 88 في المغرب، الدنيا كانت مقلوبة على المدرب الإنجليزي للمنتخب مايك سميث. الإعلام في مصر كان رافض تجديد عقده، برغم إنه كان كسب بطولة أفريقيا سنة 86 وكمان كسب ذهبية دورة الألعاب الأفريقية في نيروبي سنة 87. لكن بعد ما خسر من تونس 0-1 في استاد القاهرة في تصفيات دورة سول 88 وخرج من التصفيات، الهجوم عليه بقى زي النار. بس اتحاد الكرة جدد له عشان الوقت كان ضيق قبل بطولة أفريقيا. المنتخب اشترك في بطولة أفريقيا وخرج من الدور الأول. صحيح المنتخب ما كانش وحش قوي، لكن في النهاية ما كانش ينفع يتأهل للدور قبل النهائي وهو مش قادر يكسب الكاميرون ونيجيريا، فخرج من الدور الأول. وبعد كده خرجت الأصوات من جوه الاتحاد بتقول كفاية كده على سميث، وأولهم كان شريف خشبة رئيس بعثة المنتخب في المغرب. كان في بنود في العقد تسمح بإقالته من غير شرط جزائي، وفعلا في أول اجتماع لاتحاد الكرة بعد البطولة قالوا له مع السلامة، بس أبقوا على أحمد رفعت مدرب المنتخب. الاتحاد كمان بعد البطولة أوقف 3 لعيبة من لعيبة المنتخب، أشرف قاسم وأحمد رمزي ومحمد سعد، حرمان سنة من اللعب في المنتخب. وكمان أشرف قاسم هيتوقف محلي لآخر الموسم. أشرف كان اتخانق مع شوقي غريب في أحد تدريبات المنتخب وساب التمارين ومشي. وأحمد رمزي رفض يسلم على السفير المصري اللي جه يزورهم في المعسكر. ومحمد سعد كان اعترض بطريقة غير لائقة على عدم اشتراكه في مباراة الكاميرون في أول مباراة في البطولة للمنتخب. لكن المفاجأة الأكبر كانت في إيقاف الاتحاد الأفريقي لحسام حسن لمدة سنة كاملة. سنة كاملة مش هيلعب مع المنتخب ولا هيلعب مع الأهلي في بطولات الأندية الأفريقية. حسام كان اعترض بشكل عنيف على حمل الراية في مباراة مصر ونيجيريا، المباراة اللي تعادل فيها فريق مصر مع نيجيريا وكان نتيجتها خروج منتخب مصر من البطولة. حسن عبدون رئيس اتحاد الكورة وقتها قال أنا مش مؤيد ولا معارض لبقاء أو لرحيل سميث، ولكن الراجل كان مطلوب منه نتائج فشل في تحقيقها فلازم يمشي. وقال إن إحنا هنجيب مدرب أجنبي مهما كلفنا عشان نوصل لكأس العالم 90. واتكلم على مدرب برازيلي أو مدرب من ألمانيا الغربية، في احتمال يجي مدرب سوفيتي. وبدأ الكلام والإشاعات تنتشر في الإعلام المصري. المدرب البرازيلي موافق يخفض نص أجره عشان يجي مصر. طب هو مين المدرب البرازيلي؟ بدأت الإشاعات تربط اسم المدرب البرازيلي بكارلوس ألبرتو بيريرا اللي كان مدرب منتخب الإمارات ساعتها وبيستعد لتصفيات كأس العالم 90. بس بصراحة صعب ان احنا نصدق ان كارلوس ألبرتو بيريرا يسيب منتخب الامارات ومرتبه الكبير ويضحي بنص مرتبه عشان يجي يدرب منتخب مصر. اتقال كمان اسم المدرب الالماني ديتريتش فايتسا. فايتسا كان ساعتها نجم صاعد في التدريب بعد ما كسب مع منتخب المانيا الغربية للشباب بطولة العالم الشباب سنة 81. بس ده راح الاهلي في الصيف، فواضح ان المفاوضات كانت موجودة فعلا، بس كانت مع الاهلي مش مع المنتخب. بعد اسبوع اجتمعت اللجنة الرياضية في مجلس الشعب، وكان حاضر حسن عبدون رئيس اتحاد الكورة. كان حاضر كمان عدد كبير من المدربين منهم محمود الجوهري. والكلام بدأ اتغير الكلام لفكرة تعيين مدرب مصري، والأسماء بدأت تتقال: الجوهري، طه اسماعيل، شحتة، أحمد رفعت، عبد صالح الوحش. بس الوحش رفض. واضح انه كان متأثر بالهجوم الشديد اللي كان عليه بعد ما خرج من تصفيات كأس العالم 86. بس هو بيرفض رشح محمود الجوهري. بس الترشيح ده ما عجبش اتحاد الكورة، واخيرا اتحاد الكورة فاجئ الكل وراح مختار فؤاد صدقي. والله فؤاد صدقي لاعب الاهلي القديم واللي كان مدرب المنتخب في فترة من الفترات. والسبب قالوا عشان عندنا كاس العرب في الاردن الشهر الجاي ولازم نختار مدرب المنتخب بسرعة. طب تمام،
بس محدش قال عشان خاطر السرعة نرجع مدرب للمنتخب من جيل الستينات. الراجل كان عنده 63 سنة وضرب المنتخب أيام الأبيض وأسود سنة 63، وضربهم كده كام شهر سنة 80 كمدرب مؤقت، فأكيد مش هو المدرب اللي هيوصلنا كأس العالم. مسك فؤاد صدقي المنتخب بسرعة، وواضح ان مهمته ما كانتش ادارة المنتخب الاول بس، ده كانت ادارة كل المنتخبات. وفي اول تصريحاته قال انه هدفه انه يوصل كأس العالم 90. كمان بدأ يقول كلام غريب، زي انه عايز يعيد تفكير في مشاركة الاندية في بطولات افريقيا، وانه عايز يشكل منتخب للناشئين تحت 12 سنة، واختار صلاح ابو جريشة وهاني مصطفى كمساعدين ليه. سافر المنتخب ليوغوسلافيا عشان يلعب مباراة ودية، ومنها طلع على الأردن. لعب كأس العرب، تصدر مجموعته، بس في الدور قبل النهائي لعب مع فريق سوريا، اتعادل وخسر بضربات الجزاء، ورجع من البطولة بالمركز الثالث. طب الأداء ممل جدا، تحس كده كأن لعيبة المنتخب بتعمل حاجة هي مش مقتنعة بيها. يعني باختصار، لا شفنا بطولة ولا شفنا حتى أداء يطمن الناس قبل تصفيات كأس العالم 90. وكان واضح جدا ان المرحلة دي كلها هي مرحلة عبور، لا أكتر ولا أقل. المهم اتضح إن فؤاد صدقي مش هو الراجل المناسب للمرحلة دي. خلاص تصفيات كأس العالم فضلها 6 شهور، مفيش وقت. فتم توجيه الشكر له، وبدأ البحث عن مدرب جديد للمنتخب عشان تصفيات كأس العالم. بس المرة دي ولحسن الحظ الوضع كان مختلف. مجلس حسن عبدون اتحل بعد أزمة نهاية موسم 87-88، وجابوا مجلس معين برئاسة إبراهيم الجويني. إبراهيم الجويني كانت رؤيته مختلفة، والنية كانت واضحة، مفيش مدرب مصري تاني، أو على الأقل في المرحلة دي. الترشيحات كمان كانت مختلفة خالص، وبدأت بأسماء تقيلة أوي. المدرب الإيطالي إنزو بيرزوت، بطل العالم مع إيطاليا سنة 82، واللي كان وقتها متاح بعد ما ساب المنتخب بعد كأس العالم 86. كمان اتطرح اسم الألماني ديتمار كرامر، اللي سبق ودرب منتخب مصر في أفريقيا سنة 74، وكسب مرتين دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ بعد كده. كمان المدرب الألماني أودو لاتيك، وده كان مدرب صغير في السن، وكانت سيرته الذاتية مليانة بطولات مع بايرن ميونخ وبرشلونة. لكن وزي العادة الحلم اصطدم بالواقع. بيرزوت طلب مرتب كبير وعقد لمدة 4 سنين. أودو لاتيك قال أنا هاجي بس معايا طاقم التدريب بتاعي. فطبعا الأفكار دي كلها اترفضت. الوحيد اللي كان ممكن يجي هو كرامر، بس اتحاد الكرة اشترط ان المجلس الأعلى للشباب والرياضة يشترك معاه في دفع المرتب بتاعه. فلما المجلس رفض، تم رفض فكرة كرامر. ورجعنا تاني للمدرب المحلي. يوم 7 سبتمبر سنة 88 قرر اتحاد الكرة تعيين محمود الجوهري مدرب للمنتخب. الجوهري ظهر بوجه جديد محدش شافه قبل كده. بعد أسبوع عمل مؤتمر صحفي جمع فيه كل الصحفيين، وابتدى يقدم نفسه بشكل عمر ما فيه مدرب مصري قدم بيه نفسه قبل كده. وفي وقت الكل كان بيشك، كان في واحد بس عارف الطريقة. عرض خطته كاملة من الإعداد لمباريات تصفيات كأس العالم لاختياره اللعيبة والمعايير اللي هيطبقها في اختيار اللعيبة بتاعته. أعلن إن العمل مش هيكون عشوائي، وإنه مقسم عملية الإعداد ل3 مراحل، وكل مرحلة هيبقى ليها هدف. واختار طه بصري مساعد مدرب ليه، ومحمود الخطيب مدير إداري. الناس خرجت من المؤتمر الصحفي وهم حاسين إن المنتخب هيكون له شكل مختلف، وإن المنتخب داخل على مرحلة جديدة كلها فكر وتنظيم وحلم كبير اسمه كأس العالم 90. تصفيات كأس العالم 90 كان فيها 24 فريق أفريقي. 8 فرق اتأهلوا لدور المجموعات لأنهم لعبوا أفريقيا 88، وباقي 16 فريق هيلعبوا خروج مغلوب عشان يتأهل منهم 8 كمان لدور المجموعات. مصر كانت على رأس مجموعة، وده كان معناه تجنب الوقوع مع الكاميرون والمغرب والجزائر. مصر والكاميرون كانوا على رؤوس مجموعات عشان كسبوا بطولات أفريقيا 86 و88، والمغرب والجزائر كانوا على رؤوس مجموعات عشان تأهلوا لكأس العالم 86. القرعة كانت اتعملت في ديسمبر 87 قبل كأس أفريقيا، وكانت رحيمة بينا على غير العادة. مصر وقعت مع كينيا، والكسبان من غانا وليبيريا، والكسبان من ملاوي وأوغندا. واضح إن غانا مع نجمها الكبير عبيدي بيليه ساعتها اللي كان متألق في الدوري الفرنسي هيكونوا أقوى المنافسين لفريق مصر في المجموعة. لكن المفاجأة السعيدة جت مبكرة جدا. ليبيريا كسبت غانا 2-0 وخرجتها من تصفيات كأس العالم.
يعني مصر تفادت كمان الفريق اللي كان ممكن يمثل عليها خطر، وبقت المجموعة كينيا وليبيريا وملاوي اللي كسبت أوغندا. بس الجوهري كان رأيه ان المجموعة مش بالسهولة دي، وان ليبيريا برضو ما هي كسبت غانا، فمعنى كده ان هي كانت اقوى منها. وكينيا وملاوي وصلوا قبل النهائي دورة الألعاب الأفريقية 87 في نيروبي، معنى كده ان فرق برضو لها انياب. الجوهري بدأ تنفيذ خطته من اول يوم زي ما كان مخطط، وبعد شهر ونص جمع كل الصحفيين واتكلم معاهم وجاوب على كل أسئلتهم، وأعلن قائمة من 21 لعيب عشان ينضموا لأول تجمع للمنتخب معاه. جوهري استفاد من إلغاء الإيقاف بتاع أشرف قاسم وأحمد رمزي وضمهم للمنتخب بعد 6 شهور من الإيقاف. الجوهري كمان أعلن خطة الإعداد بالتواريخ، هنبدأ بمباراة مع السعودية والكويت، وبعد كده نلاعب العراق وسويسرا، ونسافر زامبيا بعد كده نلعب ماتشين هناك. أول تجمع للمنتخب مع الجوهري كان يوم 7 نوفمبر سنة 88. اللعيبة اتجمعت، هتدرب على فترتين وبعدين نرجع تاني للأندية بتاعتنا. نظام جديد تماما على الكرة المصرية وقتها، بيعكس احترام الجوهري لجدول الدوري وفي نفس الوقت اهتمامه بالتواصل مع لعيبته. سافر الفريق للسعودية، اتعادل 0-0 في أول ماتش للفريق مع الجوهري. بعد كده راح الكويت، اتعادل 2-2. الجوهري قال مش مهم النتائج، المهم ان اللعيبة تتعود على اسلوبي. واعترف كمان ان عنده مشكلة في التهديف، الفريق ما بيسجلش اهداف كتير، وانه كمان مضطر يلعب اول مباراتين في تصفيات كاس العالم بدون حسام حسن الموقوف، وطلب الصبر من الكل. كان المفروض المنتخب العراقي يجي يلعب في مصر يوم 7 ديسمبر بس اعتذروا، فالجوهري اتحرك بسرعة وعمل اتصالات مع اتحادات المغرب وتونس، واستطاع ان هو ينظم مباراة بديلة لمصر مع منتخب المغرب في المغرب. وده باختصار كان بيلخص شخصية الجوهري، مدرب ومخطط ومدير إداري في وقت واحد، ما بيسيبش حاجة للظروف. الماتش خلص تعادل. الجوهري كان ضم قبلها محمود المشائي عشان يسافر معاه المغرب لأن طاهر أبو زيد كان لسه مصاب، وده كان بيؤكد إن باب المنتخب مفتوح للجميع مش للمجموعة بعينها. بعد أسبوع لعب المنتخب لأول مرة في استاد القاهرة ضد منتخب سويسرا. الفريق كان أول مرة يلاعب منتخب أوروبي، خسر 1-3. الأداء ما كانش كويس، الفريق واضح انه كان لسه بيدور على التوازن، وكان كمان بيدور على المهاجم اللي يترجم كل الفرص لأهداف. وبالمناسبة مارسيل كولر مدرب فريق الأهلي السابق كان بيلعب مع منتخب سويسرا في المباراة دي. بعدها الفريق راح زامبيا، الخطيب ما سافرش معاهم عشان كان مشغول بانتخابات الأهلي اللي هو كان مرشح فيها سنة 88. الجوهري كان شافهم في أولمبياد سول 88 لما كسبوا إيطاليا 4-0 وتأهلوا لدور الثمانية، فشاف فيهم ان هم منتخب جاهز وقوي بدنيا، وان هيكون مستواه شبه المستويات اللي المنتخب ممكن يواجهها في تصفيات كاس العالم، غير ان جو زامبيا شبه جو ملاوي اللي المنتخب هيقابلها في تاني مباريات تصفيات كاس العالم في ملاوي. وده بيوضح قد ايه الجوهري كان بيفكر في كل التفاصيل. منتخب زامبيا كسب المباراة الأولانية 2-1، فرد عليه منتخب مصر كسب المباراة التانية 2-1 برضو، في إشارة ان المنتخب بدأ ياخد الشكل اللي الجوهري عايزه، فريق بيتعلم من اخطائه وبيكبر خطوة خطوة. رجع المنتخب من زامبيا على ماتش ليبيريا اللي هيبقى بعد اسبوعين، دخل معسكر مغلق استعدادا لماتش ليبيريا. فرقة ليبيريا كان فعلا فريق مغمور، عمره ما قابل منتخب مصر قبل كده. فوزه اصلا على غانا كان هو اول فوز ليه في تاريخ ليبيريا في تصفيات كاس العالم، وده اللي خلى الناس تعتبره مفاجأة مؤقتة، مش منافس ممكن ياخد تذكرة التأهل من منتخب مصر. الفريق كان بيضم بعض اللعيبة المحليين على شوية محترفين بيلعبوا في الدرجات التانية والتالتة في الدوريات الأوروبية، باستثناء لاعب واحد كان لسه في بداية طريقه، شاب عنده 22 سنة، انضم من فترة قصيرة لفريق موناكو في فرنسا، واسمه جورج وايا، اللي محدش كان يعرف وقتها انه بعد سنين هيبقى احسن لعيب في العالم وكمان رئيس جمهورية بلده. الجوهري رجع من زامبيا وكان شايف ان المرحلة الجاية محتاجة تعديل في اختياراته، فقرر ضم جمال عبد الحميد للمنتخب. هو كان استبعده في الاول لما شاف ان مستواه غير جيد، لكن يبدو ان مستوى جمال لما الدوري بدأ ان هو يفرض نفسه، وبدأ الجوهري انه يضمه. الجوهري كمان كان شايف ان مع غياب حسام حسن فضم جمال عبد الحميد ما كانش رفاهية، لازم يبقى فيه مهاجم يقدر يتحمل مسؤولية الهجوم. كمان ضم من حارس المرمى
أيمن طاهر حارس الزمالك عشان يبقى عنده 3 حراس مرمى، شوبير وخالد مصطفى حارس الاتحاد ومعاهم أيمن طاهر. الجوهري دخل ماتش ليبيريا بخطة هجومية 4-4-2، شوبير في الجول، إبراهيم حسن وأحمد رمزي على الأطراف، هاني رمزي وأشرف قاسم في القلب، وفي النص إسماعيل يوسف ومجدي عبد الغني وطارق سليمان وعلاء ميهوب، وقدام جمال عبد الحميد ومحمد رمضان. المنتخب دخل المباراة ضاغط من البداية، قدر يكسب المباراة في النهاية 2-0، والأهداف لعلاء ميهوب ومحمد رمضان. في نفس الوقت كينيا وملاوي تعادلوا 1-1، وده خلى مصر تتصدر المجموعة بعد الجولة الأولى بنقطتين، وقتها الفايز كان بياخد نقطتين بس. قبل ماتش ملاوي المنتخب لعب 3 مباريات ودية، كسب فنلندا 2-1 و2-1، والمباراة الثالثة كانت ضد الكويت في اعتزال فاروق جعفر. مهرجان اعتزال فاروق جعفر جه بعد مهرجان اعتزال الخطيب بأسبوعين، وفعلا كان يوم مميز وجميل، والمنتخب اشترك فيه بحس ودي من الجوهري ومن اللعيبة. بس بعد نص ساعة من بداية الماتش الدنيا اتقلبت فجأة، بدأ يطلع صوت واحد من مدرجات الدرجة الثالثة بينتقد الجوهري عشان ما ضمش حماد عبد اللطيف نجم الزمالك ساعتها. بدأ الهتاف يعلى ويعلى لحد ما تحول لهجوم حاد على الجوهري، والحفلة كده بأنها باظت. الموضوع خرج عن السيطرة، والمشادة وصلت للمقصورة، والجوهري اتنرفز لدرجة انه راح للحكم علي حسين وقال له انه هيسحب اللعيبة من الملعب. فاروق جعفر صاحب الليلة مسك الميكروفون وكلم الناس عشان الناس تهدى شوية. بسم الله الرحمن الرحيم. وكان صوته كله قلق وزعل من اللي بيحصل. ملعب وكابتن علي حسين وكابتن بسم الله الرحمن الرحيم. هو بعض المتفرجين بينادوا بحماد عبد اللطيف لاعب نادي الزمالك علشان مش موجود مع المنتخب، وكابتن الجوهري يعني نادي علشان يهدي جماهير نادي الزمالك، ونتمنى جماهير مصر ان تستمر المباراه. انتوا النهارده جايين تحتفلوا بمهرجان فاروق جعفر. الجماهير طبعا علشان تستمر 8 دقايق من التوتر، فاروق جعفر بيكلم الناس لحد ما الناس هديت والماتش كمل. بس الحقيقة ان اللي حصل ساب اثر، كل الناس كانت غلطانة. الجمهور نسي ان ده مهرجان تكريم مش مناسبة للهجوم، وكمان بيخيب رجاء نجمه الكبير اللي هو المفروض جاي عشان خاطر يشاركه في مهرجان اعتزاله. كمان الجوهري كان المفروض يحتوي الموقف مش يصطدم مع الناس. على اي حال بعد اللي حصل في ماتش الكويت الجوهري قرر يقفل الصفحة ويركز في ماتش ملاوي. المنتخب سافر لمدينة ليلونجوي عاصمة ملاوي عشان يلعب مع منتخب ملاوي. منتخب ملاوي ما كانش فيه اي لعيب محترف، كلهم لعيبة محليين ومعاهم مدرب وطني بسيط. بس الفريق ده ما كانش سهل برضه. الفريق ده قبلها بسنة وصل لدور قبل نهائي دورة الألعاب الأفريقية وكسب المركز الثالث، وفي نفس البطولة كان كسب منتخب مصر 2-1 في الدور الأول، فالفريق لازم يتعمل له حساب. المنتخب المصري لعب ماتش حلو قوي. ما كناش معتادين احنا في الوقت ده ان فرقنا تروح تلعب برا مصر بالأداء القوي ده. الجار المرة دي لعب 5-3-2، فزود هشام يكن في الدفاع بدل اسماعيل يوسف اللي اتصاب في مباراة ليبيريا، وهشام عبد الرسول لعب مكان علاء ميهوب، واحمد الكاس لعب مكان محمد رمضان. من اول دقيقة الفريق نازل مركز وكل واحد عارف هو بيعمل ايه، لحد ما قدر هشام عبد الرسول ان يجيب جول بعد ربع ساعة من الشوط الثاني ويتقدم فريق مصر 1-0. الفرحة كانت كبيرة بس ما كملتش. فريق ملاوي ضغط شديد لحد ما قدر انه يسجل جول في اخر دقيقة في المباراة، اخر دقيقة، لدرجة ان الحكم صفر قبل حتى ما يسنطر، وخرج لعيبة مصر مش مصدقين ان الفوز ضاع منهم. على اي حال الناحية التانية ليبيريا وكينيا اتعادلوا 0-0، وفضل منتخب مصر في صدارة المجموعة ب3 نقط. الجوهري استمر في تجميع المنتخب كل شهر، ماتش ودي او مباراة في تصفيات كأس الأمم الأفريقية، واستمر كمان في تجريب الوجوه الجديدة في المنتخب. مرة يضم حسين عبد اللطيف لاعب المنيا، مرة يضم إيهاب جلال لاعب الشمس اللي كان بيلعب ساعتها درجة تانية، والجوهري كان أول واحد يكتشف إيهاب جلال وهو لسه في الدرجة التانية. في الوقت ده جه عرض من الفريق الاتحاد السعودي لطه بصري عشان يشرف على قطاع الناشئين هناك، فساب طه المنتخب بعد ما اطمأن إن الفريق ماشي صح.
بداية التصفيات ما كانتش وحشة خالص، بس الحكايات والأحداث لسه جاية كتير. استنونا الحلقة الجاية عشان نكمل قصة المجموعة دي ونشوف الموضوع هيرسى على ايه.